طردوك من الخدمة بلا ما يديروا لك حتى شي ورقة. بزاف ديال المغاربة كيضيعوا حقوقهم وكيقبلوا بقرارات غير قانونية، غير حيت ما عارفينش شنو كيقول القانون في هاد الحالة ديال الطرد أو الفصل من الخدمة. أولاً، خاص يكون استدعاء كتابي للاستماع، يعني ماشي غير مكالمة هاتفية ولا رسالة واتساب، ولكن استدعاء رسمي ومكتوب باش يتم الاستماع ليك في المشكل اللي وقع. ثانياً، خاص الجلسة ديال الاستماع تكون في أجل 8 ديال الأيام من نهار تم اكتشاف الخطأ أو المشكل، وكتكون هاد الجلسة بحضور مندوب الأجراء باش يضمن حقوقك ويتسجل كل شيء بطريقة قانونية. ثالثاً، خاص يدار محضر مكتوب وممضي من طرف المشغل ومن طرفك انت، وضروري تاخذ نسخة من هذا المحضر باش يكون عندك دليل على شنو وقع في الجلسة. رابعاً، ومن بعد كيتصدر قرار الفصل في 48 ساعة، ولكن خاص يكون قرار مكتوب ومعلل، يعني فيه الأسباب القانونية والواضحة اللي خلاهم ياخذوا هذا القرار. إلا ما تحترمش واحد من هاد الشروط، في هاد الحالة كيتعتبر الفصل تعسفي، وكتكون عندك الحق في عدة تعويضات مهمة: تعويض عن الفصل، تعويض عن الضرر كيحسب تقريبا شهر ونص على كل سنة خدمة، تعويض عن الإخطار، وتعويض عن فقدان الشغل. واش سبق لك ترتب بلا سبب واضح؟ أنا سي المحامي، تابعني باش تعرف اللي ليك واللي عليك.